ديما التلفزيون المباشر احسن معارض الدار البيضاء الكبرى الخاصه بالتدوير البلاستيك. معنا سيدي محمد السقلي، هو مدير عام لشركه جوج شركات، شركه مكلف بها بالتسيير وشركه رئيس وصاحب الشركه. غادي يعطينا بمفتح على حسب التجربه ديالو والشركه ديالو، وهذا الشيء زوين لنا المتتبع ديالنا المشاهد الكريم. السلام عليكم سيدي محمد. السلام ورحمه الله. مرحبا. حنا جينا عندكم لهذا المقر اللي هو ستونغ في هذا المعرض. تعطينا ورقه تعريفيه عنكم وعن الشركه ديالكم. مرحبا سيدي، انا تنمثل على شركه سكاباك اللي عندي الشركه ديالي اللي تنديروا فيها جميع المواد ديال لومبالاج، تيمشيو مع لومبالاج بحال السكوت في الميتيراب، وتنصنعوا الصناديق من بلاستيك، الصندوق ديال البلاستيك اللي تيصلح المواد الغذائيه. كنعرفوا هو البلاستيك يعني هو من المسائل اللي هي ولات مزيانه في المغرب. كمثلا على سبيل المثال بكري كنا كنعرفوا كنمشيو الاشجار كنحيدوا من الصندوق. دابا البلاستيك هو يعني ما نقولوش بديل، ولكن هو اعاده الهيكل والتدوير ديالو، ولا يعني تخدا كماده اوليه كيتستعملوا المغاربه. فكره على حسب هذا الصندوق، يعني الصناديق الخاصه مثلا بالاسماك او لا بما يزيد. بالنسبه لصناديق الاسماك من قبل كانوا الصناديق تيكونوا بالخشب وداكشي، هادو الصناديق ديال البلاستيك تيكونوا صحاح وتيصبروا مده اطول ومزيانين للبيئه، ماشي بحال الاخرين قبل كانوا ديال الخشب تيبدا يتهرس، وهادو تيكون عندهم تيدوموا اكثر وصالحين للبيئه وقابلين للمواد الغذائيه. مرحبا. هو كما قلتي لي يا استاذ على حسب التدوير ديال البلاستيك، باش نقول لك عطانا الربح. اي هو ما كنعرفوش نستعملوا البلاستيك كسكينه او كشعب، يعني كخاصها كل بلاصه تحت بلاصه باش نتوما كمهنيين باش يعني حتى داك الناس اللي كيخدموا في هذا المجال هذا يكون عندكم نتوما يعني البلاستيك يجي اكثر، وكتكون حتى يربحوا حتى الوقت. تفق معي في السؤال هذا؟ مرحبا. يعني اش كيبان لكم انتم كنظريه بالنسبه لمجلس المدينه او للناس المسؤولين في هذه المساله هذه؟ والبلاستيك هو تيحافظ على البيئه، احسن حاجه، لانه هو تيحافظ على البيئه وتيخرج منه منتوج صحي، منتوج قابل اللي يكونوا فيه مواد غذائيه وتيكون مزيان. عرفناكم كديروا البلاستيك وهاد الصناديق وعده، يعني كيفاش كيبدا هذا المعطى هذا باش الناس تفهم اللي ما فهمش، كيف الناس كيبدا وكيفاش، يعني يعطينا مثلا يعني المراحل. البلاستيك تيكون من المواد بتروليه اللي تيدخل من برا، لانه ما تيتصنعش في المغرب، تيجي من الدول العربيه، من السعوديه، تيجي من لي زيتازوني وداكشي باش تيكون، وتيدخل هنا على شكل حبوب، وتيدار في واحد تيدخل هنا حبوب تنشرو حنا على شكل حبوب، وتيدار في واحد الماكينه اللي يمكننا نصنعوا به الموديل اللي بغينا ديال البلاستيك. كاين تفريز الالوان تقريبا، تفريز الالوان ما بين الالوان الاخضر. لا، تيدخل هو خام كماده خام، تكون خام، وحنا تنكروا اللون على حسب الكليان اللي تيطلبنا. كل كليان تيطلب، كاين تيطلبوا بالاحمر، كاين تيطلبوا بالازرق، تنديروا معاه شي مواد اللي تيكون فيهم ذاك اللون. كيف شفنا في هذا المعرض هذا كاين هنا يعني شركات مغربيه اللي هما كيعاودوا اعاده روسيكلاج، اعاده تطوير هذا البلاستيك المغربي، يعني من النفايات. وهذه المساله هذه يعني عده مراحل باش كتخرجوا منه الماده، يعني اللب اللي كتستعمل في بزاف د الحوايج. بالنسبه للبلاستيك اللي تنخدم انا تيدخل كله بمواد اوليه اصليه، ماشي غوجينيري. هذا هو غوجينيري سي مراحل اخرى اللي تتكون لما تنستعملوش. دوما تميزتوا يعني بالماده الخام اللي كتجي من البترول وكتحول كتجيبوها من الاصل ديالو وكتبداو بها، تقبلوا بها هكا باش يخرج المنتوج مزيان. هذا هو اللي بغينا نوصلوا للمشاهد الكريم. دوك هنا كاين اختلاف ما بين يعني ما بين شركات، كاين شركه كيعاود اعاده التدوير، وانتم كتاخذوا ماده خام اللي كتبدا اوريجينال. لذلك غادي نحطوا الصفحه ديالكم، واللي بغى يتواصل معكم انتم فين كتواجدوا؟ مرحبا. حنا عندنا المصنع ديالنا في بوسكوره، وعندنا الفرع ديالنا في مدينه الداخله واكادير، حتى اللي بغيو تاخذوا مع الناس تمايا. حنا موجودين، راه هنا الطلب. انت مدير شركه عامه ومسؤول عن الشركه الاخرى باش كتميز؟ الشركه الاخرى تنديروا الاكياس الصناعيه، شركه فاديا بلاستيك تنديروا تصوبوا فيها الاكياس الصناعيه اللي توجه لها الاستعمال الصناعي، المواد الغذائيه، جميع المواد الصناعيه تدخل.
البلاستيك يعني دوك كنقولوا الخناشور والبلاستيك الصغار فيهم حتى الكبار. فيهم جميع الانواع ديال البلاستيك سويفون الطلب ديال الزبون اللي تيطلب الناس تنعطيو. هذوك مواد 100% صناعيه ما تتباعش من عند اي واحد، تتباع ديريكتومون من المصنع ديالنا وتمشي المصانع اخرى اللي تيخدموا بها. تبارك الله. دونك نتوما كتعاملوا بالكرون من الناس من الشركات يعني من الشركه يعني الام الشركات اللي هي كتعاود ليها يعني الصنع ديالها لومبالاج ديالها. تبارك الله. وهاد الشركه هذه كتواجد اش المقر ديالها؟ تي بوسكوره. دوك انا ناخذوا جميع المعلومات اللي بغى يتواصل مع الاستاذ سيدي الزقلي محمد، هو مدير العام وصاحب المشروع وعنده جروب يعني ما يفوق المده. فديال بلاستيك عندها تقريبا فوق 40 عام، والشركه الاخرى تقريبا واحد 15 عام 20 عام. حنا ما جيناش هكاك باش تواصلنا معكم، كنعرفوا يعني السمعه ديالكم على الصعيد الوطني وخارج ارض البلاد. دونك حنا ما دمنا دخلنا في يعني في الحوار ديال يعني المعاملات التجاريه في خارج البلاد، معهم كتعاملوا كمصدرين تنبيعوا عندنا بعض الكليان في موريتانيا تنبيعوا. وما حاولتوش توسعوا في جنوب الصحراء المغربيه؟ لا خدامين جميع الصحراء، راه خدامين ماشي ما كانوش على الصحراء المغربيه، كنهضروا يعني جنوب الصحراء افريقيا. حنا دابا اتجهنا لموريتانيا ونتجهوا على دول اخرى. مرحبا. حنا معاهم صح الله. هذا هو دول المغاربه كيحاولوا يمشيو يعني بصح ويعني بالمساله اللي كتمشي عن بعد. دونك هنا عندنا المغرب كنعرفوا غادي في يعني في التصاعد، وسيما عندنا عده تظاهرات منها يعني استقبال كاس افريقيا، كاس العالم غادي. دونك غيحضروا الشركات وانتم غتكونوا منافسين على 40 عام ديال التجربه وديال الخبره وديال اش كيبان لك على البعد المتوسط؟ وما كاين المستقبل، لانه المغرب الناس تيديروا لي زانفيستيسمون وغاديين لقدام الحمد لله. المستقبل المغرب المستقبل الله يكون ظاهر ان شاء الله. الاكثريه ديال لاكوب دي موند اللي غادي تكون عندنا، وغيدخلوا اجانب غيشوفوا المغرب ديالنا ويشوفوا الطرقات ديالنا ويشوفوا التقدم اللي وصلوا لبلادنا الحمد لله. الحمد لله. هذا هو اللي بغينا، الفخاره لينا، الفخاره هذه اللي بغينا نوصلوا يعني السلطات او الجهات المعنيه باش تكون تعاون معكم على الاقل في الضرائب، لان كنعرفوا الضرائب كتكون كثيره، حتى في الكهرباء اللي كيجيكم بواحد يعني بواحد السعر اللي ربما خدينا دي سونور قبل ما نسجلوا معكم، هذاك الشيء لا يتصور. دونك انا هذه رساله للجهات المعنيه حتى تكون يعني البلاد ديالنا تكون مصنعه ونصدروا يعني لي برودوي ديالنا او يعني هذا هو الواقع، هو هذا. والاكثريه هو الكهرباء خصنا نقسم منه، لانه ثمن الكلفه ديال الكهرباء عندنا كثير. هذا هو اللي كاين. دونك هنايا من هذا المنبر هذا كنقولوا الناس المعنيه او الجهه المعنيه او الوزاره الوصيه تسهل مع الشركات اللي ربما كتادي واحد الاثمنه فائقه، وكيكون عندهم يعني واحد ما كنقولوش جزر، كيكونوا واحد بحال يعني ذاك خصك تخلص او لا نقطعوا لك الضوء. هذه مساله كتبدا. هذا هو اللي كيبان لك ان بنادم كيشدك من الجهه اللي غالبك. تقريبا الساعه يعني الناس اللي خدامين معاهم تقريبا شحال تقريبا النفر؟ تقريبا عندنا واحد 70 واحد تقريبا. 70 واحد. العائلات ديالهم تبارك الله راك كتساهموا في اقتصاد البلاد وفي اليد العامله المغربيه. لذلك حنا كنوصلوا هذه الرسائل المباشره للجهات المعنيه كانكم ناس مقاولين تبارك الله مغاربه 100%. وشكرا لك سيدي محمد الزقلي. كلمه ختاميه للمباشرين الكليان ديالكم، لا الشباب المقاول الجديد ولا القديم. مرحبا، تبارك الله عليكم، الله يجعل بلادنا تكون ديما غاديه للقدام، وعاش الملك. عاش الملك. هذا هو الشعار ديالنا، الله الوطن الملك. غادي نحاولوا ناخذوا واحد الصنور داخل هذا يعني هذا السطونك هذا، والصفحه ديالكم غنحطوها وغادي تواصلوا معكم ان شاء الله الناس ديالو. دونك انا هذا هو يعني الصفحه ديال هي هذه، وغادي نحاولوا ناخذوا روبورتاج متتبعي ومشاهدي على القنوات ديالنا. شركه معتمده 100%. حنا كنعرفوهم تقريبا ما يفوق واحد مده يعني ديال يعني كما كتعرفوا الاعلام كيوصل الرساله ديالو الحقيقيه. دونك هادو هما الايميل ديالهم والادريس ديالهم بالنسبه للناس المهتمين بهذا القطاع هذا. كما شفتوا معنا دوك هادو الصناديق اللي هي مصنوعه بمواد يعني خام
ليست بالريسيكلاج، ولكن هي يعني ماده خام من الاصل اللي عطانا سيدي محمد الصقلي صاحب المشروع. هو عنده 40 عام ديال التجربه. وكما شفتوا معنا هادوما لي بلاستيك، وحتى يعني هذا الساق مجموعه ديال يعني الى هنا متتبعي ومشاهدي على القنوات ديالنا، الى فرصه قادمه بحول من قوته.